السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، معاكم مستر محمد دمراوي مدرس الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية بالإسكندرية. إن شاء الرحمن هنتكلم النهاردة عن درس لذيذ جدا وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. درس لذيذ جدا جدا، يلا بينا. في يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع أول 12 من ربيع أول ولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسمي هذا العام بعام الفيل. يبقى ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع أول لسنة 570 ميلاديا، فسمي هذا العام بعام الفيل. مستر ليه سموه عام الفيل؟ حبايب قلبي سموه عام الفيل عشان كان عندي واحد اسمه إبرهة الحبشي. مهم جدا الاسم ده. مين هو إبرهة الحبشي؟ إبرهة الحبشي ده كان حاكم اليمن، كان باني كنيسة، فكان عاوز الناس تروح تزور الكنيسة بتاعته ما تروحش الكعبة، فإذا كان جاي يهد الكعبة. فربنا سبحانه وتعالى كان ليه حكمة ان هو يرسل لهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين كجعلهم كعصف المأكول، لذلك سمي هذا بعام ايه؟ الفيل. يبقى سمي بعام الفيل لان إبرهة الحبشي كان جاي يهد الكعبة. طيب المهم محاولة إبرهة الحبشي، يبقى ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. الله يفتح عليكم، واحد ولد في مكة المكرمة يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع أول لسنة 570 ميلاديا، وعرف هذا العام بعام الفيل. سمي عام الفيل ليه؟ قلت لك لأن في هذا العام حاول إبرهة الحبشي. من هو إبرهة الحبشي؟ حاكم اليمن، هدم الكعبة وجون جيشا كبيرا يضم عدد من الأفيال، كان معاه فيلة، ولكن الله حفظ بيته وأهله وأهلك إبرهة الحبشي. طيب محاولة إبرهة الحبشي في هدم الكعبة ليه؟ لسه قايل لك ليصرف العرب عن زيارة وتعظيم الكعبة ويتجهون للكنيسة التي بناها فين؟ في اليمن. قلت لك الراجل ده كان باني كنيسة في اليمن، فإذا كان بيشجع الناس اللي هم يروحوا يزوروا الكنيسة بتاعته في اليمن وما يروحوش الكعبة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما من غير أب، وهو في بطن أمه أبوه مات. أبوه كان اسمه عبد الله. عبد الله أبو محمد، أبو سيدنا محمد، كان بيعمل تجارة في الشام. كان بيعمل تجارة في الشام، رحلة السيف لو تفتكروا، في السيف بتروح الشام والشتاء بتروح اليمن، أحوال عرب كبرزول الإسلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو في بطن أمه، كان بيعمل تجارة في الشام، فمات ودفن في يثرب. يثرب دي اللي هي المدينة المنورة. فعند مولد النبي صلى الله عليه وسلم فرح جده فرحا شديدا. جده فرح جامد جدا جدا. ليه؟ قال ان هذا الطفل سوف يعوضني عن ما فقدته، يعني هيعوضه عن ابنه. شايفين الجمال؟ المهم ولد النبي يتيما، حيث مات ابوه اثناء عودته من رحله تجاريه لبلاد الشام، مات ودفن في يثرب اللي هي المدينه المنوره. فرح جده فرحا شديدا، جده فرح جدا 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 جدا. ليه؟ قال لك فرح جده مولد النبي. جده كان اسمه طبعا عبد المطلب، وده طبعا من قبيله بني هاشم، لانه كان عطاء لهم من الله تعويضا على ما فقدوا به ما فقدوا ابنه. يعني ايه؟ ابنه مات اللي هو عبد الله، فربنا بعت له ولد اللي هو ابن عبد الله اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجده فرح فرحا شديدا جدا جدا وكان طاير من الفرح. قال هذا الطفل سوف يعوضني على ما فقدت ابني. طيب اثناء مولد النبي صلى الله عليه وسلم اتولد، فجده شاله وراح رايح طاف به حول الكعبة. الله على الجمال. فطاف جده بالنبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وسماه محمد. بما تفسر لماذا سمي محمد بمحمد؟ ليه يا شباب سمي محمد بمحمد؟ ليكون محمودا في الأرض وفي السماء. شوفوا الجمال، جده سماه محمد. بما تفسر ليه جده سماه محمد؟ ليكون محمودا في الأرض وفي السماء. الله على الجمال. أثناء ما اتولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكفل بتربيته جده. طيب نسب النبي صلى الله عليه وسلم ليه سماه محمد؟ ليكون محمودا في الأرض وفي السماء، وهو اسم لم يكن مألوفا عند العرب، يعني ما كانش منتشر عند العرب. طيب
نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ابوه هو عبد الله عبد المطلب ابن هاشم، عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قيس ابن كلاب، ويمتد نسبه طبعا حتى سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم عليه السلام. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قيس ابن كلاب، ويمتد نسبه لغايه اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. شوفوا انتوا الجمال. امه كانت اسمها امنه بنت وهب، ودي طبعا من خير نساء قريش، من خير نساء قريش. المهم طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، او كان زمان، كان من عادات العرب زمان جدا، كانوا من عادات العرب ارسال الاطفال الى البادية، ياخدوا العيل وهو صغير يودوه الصحراء، يودوه البادية. ليه؟ بما تفسر. كان من عادات العرب ارسال الاطفال الى البادية عشان يعلموهم 3 حاجات: فصاحة اللسان، رجاحة عقل، قوة بنيان. فصاحة اللسان يعرف يتكلم ازاي، رجاحة العقل يكون عاقل في كلامه، يعني رجاحة عقل راجل هادي كده رزين. قوة البنيان طبعا في الصحراء بتكون حر، فيعلموه الطبيعة القاسية، الله على الجمال. فإذا هيعلموه فصاحة العقل، هيعلموه رجاحة العقل، فصاحة اللسان، قوة بنيان. يبقى كان من عادات العرب إرسال الأطفال إلى البادية. هيودوهم فين؟ هيودوه عند مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حليمة السعدية، ودي طبعا مهمة جدا جدا جدا. المهم كان من عادات العرب إرسال الأطفال لمرضعات في البادية، يعني في الصحراء. ليه يا مستر؟ كانوا يعلموه لأن العيش في البادية يكسب إيه؟ قوة البنيان، رجاحة عقل، فصاحة اللسان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في البادية عند مرضعة النبي اسمها إيه؟ حليمة السعدية. فأقام عند حليمة السعدية 4 سنوات، الله على الجمال. قعد عند حليمة كام سنة؟ 4 سنوات. بصوا بقى اللعبة اللي جاية دي. 4 راح له أمه آمنة بنت وهب، قعد معاه 2 هيكون عنده كام سنة كده؟ برافو عليكم، 6 سنوات. ماتت أمه وهو عنده 6 سنوات، مين اللي هيكفل بتربيته؟ جده وعنده 6. قعد مع جده كام سنة؟ برضه 2. مات وهو عنده كام سنة جده؟ 8 سنوات مات جده. يبقى إذن قعد مع أمه، ماتت أمه أهي وهو عنده 6 سنوات، جده كان عنده 8 سنوات. مين اللي هيكفل بتربيته بعد ذلك؟ الله أكبر عليك، هو عمه هو جده مات، هيجي بعديه عمه أبو طالب تاني. يبقى إذن كلف بتربيته بعد أمه جده، قعد مع جده 2 فأصبح عنده 8 سنين. مين اللي جه بعد جده؟ عمه كان اسمه أبو طالب. مهم جدا. طيب أول ما أبو طالب أخذ النبي يربيه، كان أبو طالب كان بيعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أحسن من عياله، كان بيعامله بالحب، كان بيحبه جدا جدا جدا، كان بيعامله أحسن من أولادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته كان قلبه جميل كده، كانت شخصية جميلة، كان فاهم جدا، كان راجل كان فاهم جدا. عمل ايه النبي؟ صلى على النبي، زيد النبي صلى. المهم النبي زمان كان هو طفل، كان قلبه ده يعني كان رقيق كده، كان حاجة جميلة. فقال ان انا عايز اساعد عمي عنده اولاد كتير، فانا عاوز انزل اساعد عمي. هتساعده ازاي يا رسول الله؟ قال انا هبدا انزل اشتغل. بصوا الجمال، هينزل يشتغل وهو طفل. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حرفة الرعي. تاني عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أول حرفة عمل فيها حرفة إيه؟ الرعي. كان بيرعى الأغنام، فاكتسب النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات من رعي الأغنام: الشجاعة، الرحمة، العطف، الصبر، التواضع. اكتسب من حرفة الرعي منذ طفولته حاجات جميلة جدا. زي إيه يا مستر محمد دمراوي؟ أهو بصوا، عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه، وكان أحب إليه من أولاده، كان بيحبه أحسن من أولاده، فأحسن تربيته ورعاه. شوفوا الجمال. طيب اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بأول حرفة بحرفة إيه؟ يرعى الأغنام، الرعي، ليساعد عمه بسبب العبء بتاع المصاريف بتاع عمه، لأنه كان عمه كان فقيرا كثير الأبناء. لسه قايل لك عمه كان كثير الأبناء، عنده أولاد كتير جدا. اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في حرفة الأغنام فاكتسب منها عدة صفات: شجاعة، رحمة، والعطف، والصبر، والتواضع. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في فترة شبابه، كبر، انا هنطلع اشتغل. هتشتغل ايه يا نبي الله؟ النبي قال لك
انا خلاص بقيت شاب، فهعمل بتاني حرفه وهي حرفه التجاره. مهم جدا جدا جدا، حرفه ايه؟ التجاره. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكون تاجر، ثم اهتم بحرفه التجاره في شبابه، ثم عمل تاجرا وكان بيطلع يعمل تجاره نفس المكان اللي ابوه توفى فيه في الشام لما دفن في يثرب عبد الله ابو النبي. طيب حفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه، ولقب النبي في تجارته باسم الصادق الامين، فلقب النبي بالصادق الامين. المهم لقب طبعا بالصادق الامين. مين اللي سمع ان في واحده عندنا تاجره تهتم بالتجاره، سمعت ان في واحد تاجر امين صادق رحيم في كل الصفات الحسنه. من هي السيده؟ السيده هذا هي السيده خديجه رضي الله عنها. خديجه سمعت ان هي في واحد صادق امين رحيم، فعايزه تتاكد هل ده فعلا صادق امين ولا لا. خد يا ميسره. راح ميسره داخل عليها. من هو ميسره؟ هو غلام السيده خديجه او خادم السيده خديجه. راح ميسره راح جاي، وامر يا سيدتي، خد فلوس يا ميسره واطلع اعمل تجاره مع محمد، وروح يا ميسره اعمل تجاره وتعالى قول لي صفاته. وبالفعل قام ميسره بعمل تجاره مع النبي صلى الله عليه وسلم، واثناء عودته رجع للسيده خديجه وقال لها يا سيدتي انه رحيم صادق امين في تجارته. فاحبته السيده خديجه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه، فانجب منها 4 بنات وولدين. تاني 4 بنات وولدين. تعالوا يلا بينا. بص يا شباب، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه يرعى الاغنام، ثم عمل بحرفه التجاره وخرج في كثير من رحلاته للتجاره. قلت لك راح الشام في المكان اللي والده كان فيه. حفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم من اي سوء، ومن هنا في فتره شبابه. طيب لقب النبي بالصادق الامين بسبب الصدق والامانه، فلقبوه بالصادق الامين. زوج النبي عندما سمعت السيده خديجه بمحمد ارسلت اليه ليخرج تاجرا بمالها الى بلاد الشام مع غلامها اسمه ايه؟ ميسره. فوافق النبي، وبعد عوده ميسره من الرحله اخبر السيده خديجه بصفات النبي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولمست امانته في التجاره. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه، فانجبت منه 4 بنات ولدين. الولاد هم عبد الله والقاسم، ولدين، واحد اسمه عبد الله على اسم والده والتاني اسمه القاسم. والبنات 4 زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة. زينب، رقية، ام كلثوم، فاطمة. تاني زينب، رقية، ام كلثوم، فاطمة. يبقى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة فانجب منها 4 بنات ولدين. البنات من هم البنات يا مستر؟ واحدة اسمه عبد الله الولاد عبد الله والقاسم. البنات زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة. ومن هنا انتهى درس مولد النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرونا ان شاء الله على الحصة القادمة. كان معكم مستر محمد الدمراوي. السلام عليكم.